هطلع اتكلم على حاجه مهمه قوي تخص اولياء الامور، ازاي تشتغل على ابنك اللي عنده سنه او سنتين وتاسسه صح في الكوره، تاسسه صح في البيت كمان. يلا بينا. مبدئيا كده، اول لما الولد يبتدي يبقى عنده فيه وعي، يعني يبتدي مثلا يمسك الحاجات ويشد في الحاجات كده من بدايه سنه لسنه ونص، سنتين، بتبتدي تديله كوره في ايده. يعني تبتدي تفهمه يعني ايه كوره، يعني يمسك كوره في ايده، مثلا لما يبتدي، اول ما يبتدي يمشي تحط الكوره تحت رجليه، يحاول يزقها برجليه. تفهمه يعني ايه كوره، تبقى دايما الكوره تحت ايده. يعني هو دايما لعبه عن طريق الكوره، ما تحطلوش عربيات، ما تحطلوش، لا، لعبه عن طريق الكوره بس. يعني يبتدي يحرك الكوره بايده، يبتدي اول ما يبتدي يقف على رجليه يبتدي يزق الكوره بايده، يتحرك عليها برجليه، يعمل الكلام ده. وانت بتعمل ايه بقى دلوقتي لما بتديله الكوره في ايده ويبتدي يلعب بيها، او يبتدي يرميها بايده، يبتدي ياخد فكره عن الكوره، يبتدي يعني بتشغل له مخه. انت بتشغل له دلوقتي مخه ان انت هنا، انت من هنا دلوقتي انت بتنمي المهاره بتاعته، انت بتنمي مهارته العقليه على الاقل، ان هو بيفهم ايه كوره. فهو اول لما يبتدي يتحرك على رجليه هيبتدي هو بيحب الكوره خلاص، هو اتولد بيحب الكوره. دلوقتي مثلا الاقي اولياء امور بيشتغلوا على ابنهم من 6 سنين و5 سنين، ده سن متاخر جدا. دلوقتي تقدر تشتغل مع ابنك من سن سنه وسنتين والكلام ده كله، من حيث ان انت تديله كوره في ايده زي ما فهمتك، تحط له كوره تحت رجليه يسند عليها رجليه، يبتدي يحس الكوره كلها. انت كده بتشغل له مخه، انت كده بتحرك له مخه، بيستوعب يعني ايه كوره. لكن انت من بدايه بقى 3 سنين و4 سنين بتبتدي بقى تعلله بقى التمارين، تبتدي تحط له مثلا مخدتين جنب بعض ويبتدي يشوطها، يبتدي يجري، يحاول يجري بالكوره، تقف قدامه وتديها له وهو يديها لك تاني، تفهمه هو يعمل ايه. انت تقف قصاده مثلا وتدي له الكوره وهو بقى عامل زيك على طول، هو هيقلدك، هو مش فاهم طبعا دي عباره عن ايه. لكن هو هيبتدي بقى يستوعب الموضوع ده بقى ايه لما يعقل شويه، لما يبتدي مخه يبقى اقوى. ان هو طبعا كل ما بيتقدم في العمر كل ما استيعابه بيبقى اعلى. فانت دلوقتي لما تقف قدامه وتدي له الكوره وهو يحاول يوقفها، وهتلاقيه بيحاول يوقفها بايده، بيحاول يوقفها برجليه مره، وتقول له لا بلاش ايدك وتحاول توقفها برجليك، وتبتدي تتكلم معاه من سن سنتين وكده، هو يبتدي يوقف ويزقها لك بسن رجله. ومثلا نقول له طب اجري بالكوره لحد عندي، اتكلم معاه، يبتدي ينمي عنده المهاره العقليه، لان الكوره اصلا بتتنمى بالمخ. وبعديها بتبتدي تشتغل ايه على السكيلز بتاعته بقى من سن 3 سنين بقى، تبتدي بقى تحط له جولين، قول له حاول هاتها ما بينهم. الكلام ده كنت انت ممكن تعمله كله في يعني في اوضه صغيره، او ممكن تعمله في الصاله، حاجه بسيطه ومش هيكسر حاجه يعني. بس فهي الفكره كلها انت بتبتدي هنا تشتغل عليه، فمن هنا الموهبه بتتنمى. لكن انت ما ينفعش تيجي من 5 سنين او 6 سنين و7 سنين تقول لي ابني لسه لاعب كوره. ممكن الولد يبقى عنده الموهبه، بس طبعا مش زي اللي بادئ من سنتين، مش زي اللي هو من اول لما وقع على الدنيا فهم يعني ايه كوره ومسك الكوره وحس يعني ايه كوره. فانت من هنا بتنمي مهاراته، هنا الولد هيطلع بنسبه 90% واكتر كمان، بنسبه 90% موهوب. تمام. لو مثلا عندك اوضه فاضيه مثلا، حطها له، دخلها له، خليها كلها كور، خليها كور، خليها جوان صغيره، في جوان بتتباع صغيره كده. يعني مع الوقت لما يكبر ويبتدي يتحرك كده اكتر، حركه تبقى اقوى، يبقى في بالانس في الحركه اكتر، هيبتدي بقى يشوط بقى وهيبتدي يعمل الحاجات دي كلها. فانت لو عندك اوضه صغيره تقدر تشتغل فيها، تحط له حاجات فيها كتير تخص الكوره، كور بلاستيك طبعا او كور صغيره خالص، يبتدي بقى يتعامل مع الكوره، يعرف عنها كل حاجه. ومع الوقت هتلاقي الولد يعني بنسبه كبيره قوي بقى لعيب كوره. وان شاء الله ربنا يوفق الجميع في اولادهم ويبارك لهم فيهم. والسلام عليكم.